النهارده هنعمل مع بعض عصير الليمون بالمنت بالنعناع الفريش. عصير جميل ومنعش جدا ومهم في فصل الصيف، وكمان طبعا فيتامين سي احنا مش محتاجينه اليومين دول بزياده. فلو كل يوم عملنا العصير الفريش ده بندي طبعا اسرتنا كميه كبيره من الفيتامينز، واحنا عاملينه هيلثي 100% بنسبه 100%. ايه هنعمله بطريقه جديده. اول حاجه انا جربته بالطريقه دي، طلع طعمه جميل جدا ومفيد جدا. اول حاجه المقدار بتاعنا عندي 3 من الليمون، انا مقشراهم واسماهم نصين ومطلعه البذر منه عشان ما يمررش وما يبقاش طعمه مر شويه ومش لطيف. معاه طبعا اوراق النعناع هنحطها، معاه ربع كوبايه من اللبن، وده بيديله لون فاتح وبيديله غذاء وطبعا فايده جامده. وبنحط 3 معالق من العسل الابيض، والميه بتاعتنا طبعا احنا حاطين 3 حبات من الليمون عليهم من 3 ل 4 كوبايات من الميه، وعندنا تلج عشان يبقى طبعا طعمه ساقع وجميل. تعالوا نشوف هنعمل ايه. هنحط مكوناتنا كلها. هنحط 3 حبات الليمون بتاعتنا عليهم ربع كوبايه اللبن عشان تديله لون وفايده، مش بتاثر في الطعم نهائيا. الليمون بيضيع طعم اي حاجه مع المنت. كمان هنحط النعناع بتاعنا، اوراق النعناع بتاعتنا. ناخد الورق ومش لازم العيدان. طعمه جميل جدا مع الليمون ومفيد جدا. هنحط 3 معالق العسل الابيض بتوعنا، وهنحط من 3 ل 4 كوبايات من الميه. طبعا ممكن نستبدل العسل بالشوجر، بس ده عشان يبقى صحي 100%. نحط التلج بتاعنا. شكل عصير الليمون بالمنت بالنعناع بعد ما خلطناه، طبعا النعناع باين فيه، وكمان انا بحط الحليب خلي لونه فاتح ومفيد. طبعا دي من العصيرات المنعشه جدا. تعالوا نقدمه مع بعض ونشوف شكله ايه. وده عصير الليمون بالمنت بالنعناع بعد ما صبناه وزيناه بنعناع وليمون كده زي ما انتم شايفين. اتمنى تجربوه. طبعا اضافه اللبن والعسل بيديله طعم جميل جدا ومفيد. اتمنى تجربوه. لو عجبتكم الوصفه اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في وصفه جديده من مطبخ طباخه هانم. كان معاكم غادة محمد. باي باي.